الولاد دلوقتي مش زي زمان، مش اي حاجة تفرحهم او اي حاجة تبهرهم، عايزين حاجات معينة كده بمزاجهم. واكتر حاجة عايزينها ان هم يفضلوا ماسكين التليفونات طول النهار، يا اما يلعبوا على السوشيال ميديا يا اما يتفرجوا على اليوتيوب، ومشاكلهم اللي مش بتخلص. وطبعا احنا دايما بنتخانق معاهم عشان ما يمسكوش الموبايلات كتير، عشان عينيهم وعشان مخهم وعقلهم. عشان كده لازم نكون ستات شاطرة وامهات واعية، ويكون عندنا حل وبرنامج لأجازة الصيف نقدر نساعد بيه ولادنا، ونبقى عاملين اللي علينا وضميرنا مرتاح من ناحيته. هاي شوجر، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وسعادة وهنا. لو اول مرة تشوفوني، معاكم ندى، ودي قناتكم سكر الدنيا، قناة اللي بنتكلم فيها عن الأنوثة والجمال والتخطيط والتنظيم وملخصات الكتب وحاجات تانية كتير تخص الأنثى. طبعا ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. طبعا معظم ولادنا دلوقتي خدوا اجازة، فحبيت ان احنا نتكلم احنا ازاي هنستغل الاجازة صح، وايه الحاجات اللي احنا نقدر نعملها في الاجازة عشان يبعدوا عن الموبايل والسوشيال ميديا والتلفزيون. والفيديو ده مش للأمهات بس، ده كمان للمراهقات، البنات الصغيرة عادي ممكن تستفيدوا وتنفذوا الحاجات دي، مش لازم تكونوا أمهات عشان تعملوها، فانتوا برضو هتستفيدوا قوي من الكلام ده. ما تقفلوش الفيديو وتفرجوا للآخر، ان شاء الله هيعجبكم قوي وهتلاقوا فيه أفكار حلوة كتير. فدلوقتي بقى أشارك معاكم برنامج مكون من 9 أفكار هتبتدي تنفذيهم على حسب بقى سن ولادك. ممكن تلغي حاجة، ممكن تضيفي حاجة وعدلي فيه بقى زي ما انت عايزة. انتي الأساس، يعني انتي لازم الأول تقعدي كده بورقة وقلم وتحطي أفكارك على الورق وتشوفي ايه المناسب على حسب وقتك وميزانيتك وقدراتك وسن ولادك. وبرضو لو هم كبار شوية ممكن تتناقشي معاهم، فممكن تقعدوا مع بعض كده تخططوا وتشوفيهم هم عايزين يعملوا ايه، هم بيحبوا ايه، بيكرهوا ايه، تقعدي تظبطي معاهم كده الدنيا. بس انت الاول ظبطي الدنيا الاول مع نفسك وخدي منهم الافكار وابتدي بقى ايه، اعملي الجدول بتاعك. ونحاول نلتزم بالكلام اللي احنا هنقوله عشان نبقى قد كلمتنا، عشان ثقة ولادنا ما تتهزش فينا. يلا بقى بينا. اول حاجة تنمية مهارات اولادنا. هنشوف ولادنا بيحبوا ايه، ميالين لايه، ونبتدي نحاول نعمل خطة ليه. يعني مثلا بنتك بتميل للتطريز او التفصيل، بتحب تقف معاكي في المطبخ. ابنك مثلا بيحب يقعد يفك ويركب، بيحبوا يلونوا، بيحبوا يرسموا، بيحبوا يعملوا حاجات من الصلصال، بيحبوا يعملوا افكار مختلفة وحاجات هاند ميد. نحاول زي ما قلت لكم نشوف هما بيحبوا ايه ونشغلهم فيه. نخليهم يساعدونا في البيت، يصحوا الصبح يوضبوا اوضتهم، يبقى ليهم مهمة في البيت يساعدوكي فيها. ما تسيبهمش كده ما يعملوش اي حاجة، لا خليهم يساعدوكي. تالت حاجة الزيارات العائلية والتجمعات. اتفقوا مع امهات صحاب ولادكم واتقابلوا مثلا في نادي يقعدوا يلعبوا مع بعض. هتخرجي مع صحابك، لو انتوا عندكم كلكم اولاد يقعدوا الاولاد يلعبوا مع بعض، برضو ده هينمي مهاراتهم وهيخليهم يعرفوا يتعاملوا مع الأطفال اللي زيهم، وهتخليهم يواجهوا الحياة ومبقاش عندهم ضعف في ثقتهم بنفسهم. وفي التجمعات والزيارات العائلية هتعرفي ابنك مثلا او بنتك عندها مشكلة في ايه، مثلا بترد بسخافة، بتتنمر على اصحابها، هتعرفي هو عنده مشكلة في ايه وهتقدري تصلحيها. ونصيحة، لو ولادك عندهم مشكلة ما تتكسفيش انك تستشيري حد. ولو ولادك ما عندهمش ثقة بنفسهم او بيتنمروا على اصحابهم او ما عندهمش القدرة على انهم يردوا ويتكلموا ومش عارفين يميزوا بين الكلام الجد والهزار، بيقولوا اي كلام وبيكرروه حتى لو الكلام ده مش كويس، ما تتكسفيش انك تواجهي المشكلة دي وتقولي ان ولادي كويسين وزي الفل، وتعملي زي امهات كتير، ده ولادي ملايكة، انا ولادي ما بيغلطوش والجو ده. لا، مهم جدا ان احنا نكون شاطرين وواعيين ونشوف نقطة الضعف فين عند ولادنا ونبتدي نعالجها وننميها، مش ننكر وجودها اصلا لغاية ما تطلعي ابن او بنت عندها مشاكل في ثقتها بنفسها، او عندها مشاكل اخلاقية، او عنده مشاكل اخلاقية، عنده مشاكل في التعامل مع الناس. حاولي تدوري على الحل وحاولي تحليه وتستشيري حد متخصص.
ومهم جدا برضو في الزيارات العائلية والتجمعات مع الأصدقاء انك تكون عينك على ولادك، عينك على بنتك، عينك على ابنك، ما تسيبهمش في أوضة مقفولة، ما تسيبهمش لفترات طويلة وانتي مش عارفة هما بيعملوا ايه ولا بيلعبوا ايه ولا بيتفرجوا على ايه. راقبيهم، خليهم دايما تحت عينيكي، خليك ام واعية مش قاعدة مكبرة دماغك وخلاص. اكتر المشاكل اللي احنا بنكون خايفين منها بتيجي من الناس القريبة، فنخلي بالنا من عيالنا كويس قوي 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 وعنينا تبقى عليهم. رابع حاجة ان زي ما قلتلكوا تكليفهم بمهام منزلية. الصيف يومه طويل، فمهم جدا تكلفيهم بمهام تنظيف. اول ما يقوموا يرتبوا اوضتهم في وقت تنظيف عميق، تخليهم يساعدوكي مثلا في ان هم يلمعوا الخشب، يلمعوا الازاز. لو هم كبار ممكن ينزلوا يشتروا لك حاجات من السوبر ماركت، علميه ازاي يشتري عشان يكتسب ثقة بنفسه ويعرف يحاسب ويعرف يتعامل مع الناس، عشان ثقته بنفسه ويتحمل المسؤولية، وان هو يحافظ على الفلوس ويعرف يشتري ويعرف قيمة الفلوس ويعرف قيمة الحاجة. خامس حاجة، لو عندك القدرة ان انتوا تروحوا تشوفوا المتاحف او تروحوا اماكن اثرية، فدي هتبقى حاجة حلوة جدا سواء في المحافظة اللي انت فيها او في محافظات تانية. لو عندك امكانية السفر، مش كل الناس عندها الامكانية دي، بس لو عندك الامكانية دي تبقى حاجة حلوة جدا ومختلفة وهتعلمهم حاجات كتير قوي. سادس حاجة، بناء علاقة صحية جيدة معاهم. فترة الدراسة أوقات كتير بقى بنكون بنزعق ونعلي صوتنا عشان هم باردين وعشان يذاكروا وعشان يعملوا اللي عليهم ويبقوا شاطرين، بس ولادنا برضو عايزين الأم الفرفوشة اللي تبقى صاحبتهم، بس برضو تبقى حازمة حتى لو هم لسه صغيرين أو هم كبار. خلي فيه أوقات للفضفضة، تقعدي تتكلميهم كأنهم أصدقائك، حاولي ان انتي تكتسبي صداقتهم عشان تخليهم يجوا يحكولك كل حاجة وأي مشكلة تكون بتواجههم يقولوا لك عليها وما يخافوش وما يتكسفوش. ابني معاهم علاقة قوية في الصيف، ما تقوليش ولادي صغيرين يعني هم هيقولوا لي ايه وانا هحكي لهم ايه، لا لازم وهم صغيرين تبقوا أصحاب عشان لما يكبروا ويواجهوا أي مشكلة في حياتهم خاصة في سن المراهقة يجوا يحكولك وما يبقوش خايفين منك. ما تخليش شغلك في البيت أو برا البيت أو أي حاجة تخلي ولادك تبعد عنك، وما تخليش ولادك يبقوا صحاب ليك. نحاول نلعب معاهم، ممكن نلعب كوتشينة، نلعب بازل، نقعد نرسم ونلون سوا، نعمل صلصال. حاولي تصنعي معاهم ذكريات جميلة، هي الذكريات دي اللي بتفضل معاهم. الحاجات الحلوة دي هم اللي بيفضلوا فاكرينها وهم اللي بيبقوا شايلينها لك. الوقت اللي انتي بتقضيه معاهم وان انتي بتسمعيهم هو ده اللي هيتبقى، مش فلوس مش لعب ومش هدايا، لا الوقت القيم الكواليتي تايم اللي انتي بتقضيه معاهم هو ده اللي بيفضل. سابع حاجة، اشتركي لهم في اي لعبة، في مركز شباب، في نادي، في اي حاجة يروحوا يطلعوا طاقتهم. خليهم يحاولوا يهتموا بصحتهم. جربي لهم كذا حاجة، انا لغاية دلوقتي مش لاقيه لبنتي حاجة تلعبها. جربنا الجمباز ما عجبهاش، جربنا السباحة ما عجبتهاش، هنحاول بقى نجرب الباسكت مثلا او التنس، لسه مش عارفة، بس هحاول امرنها اي حاجة. كل حاجة بنروح 3-4 مرات ما بنكملش الشهر وبنبطل لان هي مش عاجبها، فحاولوا تلاقي لهم تمرين او حاجة كويسة يروحوا يتمرنوا فيها سواء بقى كبار او صغيرين. تامن حاجة، القرآن والعقيدة. مهم جدا ازرع الكلام ده في ولادي، القيم والاخلاق والعقيدة والدين، لان احنا في زمن صعب جدا جدا جدا. هما يا عيني بيحاربوا والله. السوشيال ميديا وحتى الالعاب بقت وحشة، الالعاب بقت وحشة قوي، والتلفزيون وكل حاجة بقت للأسف يعني مش عارفة ألاقي كلمة مؤدبة تتقال، يعني مستواها منحدر. فنحاول نعلمهم ديننا صح، نحاول نخلي عندهم عقيدة وإيمان، نحاول نفهمهم الصح من غلط من وهم صغيرين، نقرب منهم ونفهمهم ونوعيهم، ونحاول نحفظهم قرآن ونحكي لهم قصص الأنبياء، نفرجهم على كرتونات بتنمي العقيدة والإيمان عندهم بدل الأفلام والكرتونات اللي بتدمر عقيدتنا وبتدمر ديننا وبتحاول تلعب في عقول أطفالنا.
حاولي تساعديهم ان هم يلتزموا بالصلاة، احكي لهم قصص الانبياء على طول، خصصي ولو مرة واحدة في الاسبوع ان انتوا تقعدوا تتكلموا عن حب ربنا ومعرفة ربنا والالتزام بالصلاة. حتى لو حاسه ان المعلومات كبيره عليهم وان هم لسه صغيرين، بس انتي لو ما علمتيهمش من وهم لسه صغيرين عمرهم ما هيعرفوا يتعلموا وهم كبار. هم لسه صغيرين وعاملين زي السفنجة بيشربوا اي حاجه انتي بتقولها لهم، فخلي المحيط اللي حواليهم حلو عشان زرعتهم تبقى زرعة حلوة وصافية وجميلة. خليكي ام واعيه ان انتي تبعدي عن التصرفات اللي انتي مش عايزه ولادك يعملوها. شوفي حتى ان هم بصي بيكرروا الكلام، فخلي بالك من كل كلمه بتطلع من بقك. لو هم تصرفوا تصرف مش كويس حاولي انتي تتكلمي معاهم، هل انت شايف ان الحاجه مفيده؟ هل انت شايف ان الكلمه دي كويسه ينفع تتقال؟ هل كده ربنا هيحبنا؟ هل كده ربنا هيعاقبنا؟ علقي دايما اول باول على الحاجات اللي انتي بتشوفيها صغيره، علقي عليها عشان دي لو كبرت هتبقى مشكلة كبيرة ومش هتعرفي تحليها. ما تقوليش صغيرين ومش فاهمين، لا، من اول كده من وهم صغيرين ابتدي معاهم. حاولي يبقى ليهم درس قرآن مرة في الاسبوع يحفظوا فيه قرآن، عشان طبعا احنا في الاجازة بننسى الموضوع ده، فلا لازم تجيب لهم محفظة او حتى انتي تقعدي تحفظي معاهم في قناة حلوة قوي، مش فاكرة اسمها دلوقتي بس هحطه لكم تحت في الديسكريبشن، بتحفظ القرآن بطريقة حلوة. ممكن تقعدي تشغليها وتقعدوا تسمعوها وترددوا وراها وتسمعوا سوا وتحفظوا سوا. تسع حاجة لو طبعا عندكم وقت ان انتوا تروحوا تصيفوا والولاد تتعرض للشمس كده ويروحوا يشوفوا البحر والهوا، فدي حاجة حلوة عشان تغير نفسية الأولاد وطبعا نفسيتنا احنا كمان، ونكافئهم بعد السنة الدراسية الكبيرة الصعبة، وهنكافئ نفسنا جدا طبعا وهنفك عن نفسنا. فأجازة سعيدة عليكم يا رب، إن شاء الله يكون صيف مليان حاجات جميلة وسعادة. أتمنى أن يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه والحاجات اللي أنا قلتها تكون فادتكم. ابعتوا الفيديو ده لكل الأمهات ولكل البنات اللي لسه مش عارفة تظبط الأجازة بتاعتها. هنزل لكم برضو فيديو تاني عن 40 فكرة تقدروا تعملوها في الأجازة. لا وما تنسوش بقى تكتبوا لي بتعملوا ايه في الأجازة عشان كل اللي يقرأ الكومنتات يستفيد. لو في حاجة تانية بتعملوها اكتبوها لي تحت في الكومنتات وبس. واتمنى ان يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. اشوفكم في فيديو جديد. سلام.